لما نكون حابين ناكل فراخ مشوية يبقى لازم تكون التتبيلة بتاعتها صح، ولازم تطلع بالمنظر الخطير الروعة ده. وهقول لكم ايه، كل سنة وانتم طيبين وبلمة رمضان دايما متجمعين، ويا رب نكون لا فاقدين ولا مفقودين. النهارده بقى هنعمل وصفة حلوة جدا للفراخ المشوية، هتاكليها اقسم بالله هتحلفي عمرك كله اللي انت ما اكلتي ولا طعامت ولا جمال الفراخ المشوية اللي احنا هنعملها النهارده دي. كلها كده المكونات بتاعتنا اساسية في قلب الوصفة، مش هنشيل منها اي حاجة خالص. يعني مش هنقول لو احنا نقدر نستغنى عن ده نستغنى عنه، لا، كل الوصفات بتاعتنا اللي موجودة ديت وصفة اساسية في الفراخ. اول حاجة كده معانا هنجيب الخلاط بتاعنا، هنستعملنا كله في الخلاط. طب ينفع ان انا استعمل الكبه؟ لا والله اتخضيت وربنا اتخضيت عليا الطلاق بالثلاثه، انت اتخضيت النهارده. اول حاجه نوت معانا في الوصفه بتاعتنا الطماطم، معانا نوت 3 من الطماطم، 3 حبات يعني من الطماطم، على حسب طبعا الفراخ انت هتعمليها قد ايه. طب والله فعلا بجد انا لسه لغايه دلوقتي مخضوضه. وهننزل عليهم ببصلايه، وهننزل كمان بقرن فلفل حار. اللي مش حابب يا جماعه الفلفل الحار يقدر يستغنى عنه، اصل الفلفل الحار مش من ضمن الوصفه. وهننزل بقى بالبهارات بتاعتنا اللي هي الملح، وهننزل بسنه ملح ليمون وكمون وكبابه صيني وبهارات فراخ وبابريكا وجنزبيل وقرفه وسنه صغنططه جدا 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 من الزعتر. تمام. وبعد بقى ما نزلنا بكل الحاجات اللي احنا نزلنا بيها دي، الطماطم والبصل والفلفل والبهارات، هنبتدي طبعا نشغل الخلاط. هنشغل ونطفي عشان خاطر ايه تمشي بس معانا حلو. هنفضل كده بقى نضرب فيها لغايه لما تنعم معايا قوي، اكنك بالظبط كده بتعملي صلصه طماطم. طيب هنجيب كده بقى البوله بتاعتنا اللي احنا هنشتغل فيها، وهنبتدي ان احنا ننزل الخلطه بتاعتنا دي كلها فيها. طيب في هنا طبعا دلوقتي كده شويه خلطه، هنعمل ايه؟ هنحط شويه الخل. انا ما رضيتش ان انا احط الخل في الاول، هتحطي حوالي ربع كوبايه كده من الخل، وهنبتدي ان احنا نعمل كده اهو، واروح نازلين بشويه الخل بتاعتنا. طيب معايا هنا بقى دلوقتي الصويا صوص. استنوا قبل ما نحط صويا صوص عشان المعلقه بتاعتنا ما تتوسخش. نحط كده معلقه من العسل الاسود. العسل الاسود اساسي في وصفتنا، انا مش عارفه في ايه النهارده. وهننزل بمعلقتين من صويا الصوص. تمام. والكاتشب هننزل منه حوالي معلقه 2 معلقتين برضو من الكاتشب، وهنبتدي ان احنا نقلب الكلام ده كله كده في بعض. يبقى احنا نزلنا بمعلقه من العسل الاسود، وهننزل بمعلقتين من صويا الصوص ومعلقتين من الكاتشب. شايفين شكل الخلطه عامل ازاي؟ اللون بتاعها جميل جدا والله العظيم، والريحه من البهارات اللي احنا حاطينها تجنن. دلوقتي كده بعد ما خلصنا التتبيله بتاعتي، هبتدي ان انا اجيب الفراخ. بتاعتي عشان خاطر نقطعها. همسك كده الاوراق بتاعتي، هبتدي ان انا اقطعها كده بالنص. على حسب طبعا ما انت هتقطعي الوراك ازاي. حابه ان انت تخلي الورك كامل مش مشكله، بس انا عامه هقطعه علشان خاطر اضمن السوا بتاعه يكون اسرع. وهنمسك الورك، هبتدي ان انا اعمله تفتحات بالطريقه دي كده اهوت في قلب الجلد ذات نفسه وفي قلب اللحم بالطريقه دي كده اهو.
بالطريقه دي كده اهو، واحطها. طبعا الفراخ دي مغسوله كويس جدا ومنقوعه. لا انا مش عايزه الوراك، انا عايزه الوراك الكبيره. انا نوات عامله فرخه وثلاث اوراق يعني. بصي ده ورك الفرخه وده الورك العادي اللي احنا جايبينه من بره، فشوفي الفرق. ده الورك العادي، ده ورك الفرخه، وده الورك العادي اللي احنا جايبينه من بره. فعشان كده انا بقطع الوراك الكبيره علشان خاطر تستضمن انها تستوي معايا في سوى الفرخه بالظبط. هنمسكها برضو ان احنا نقطعها بالطريقه دي. بعد كده بقى نمسكها، نبتدي نمسك الفراخ ندلكها. بصي انا عايزاكي تدخلي التتبيله في كل حته في الفراخ. ريحه التتبيله اصلا اللهم بارك والله العظيم ريحتها تجنن تجنن. بصي ده دخلي التتبيله في كل حته في الفراخ. اقل وقت عايزه تقعدي الفراخ فيه هي ساعتين. يعني مثلا هتعمليها مثلا الساعه 3، هتبتدي مثلا تشويها على الساعه 5. هتعمليها على الساعة 4، هتبتدي مثلا تشويها على 6. أقل حاجة التتبيلة فيها بتقعد ساعتين. بس الأفضل إن احنا نقعد التتبيلة يعني يوم كامل في قلب الفرخة، هتدينا نتيجة حلوة جدا، والريحة بتاعت الفراخ هتبقى بجد خطيرة. العسل لما محطوط على الفراخ مع ملح الليمون مع البهارات اللي احنا حطيناها كلها بجد مخلية الريحة تجنن. اللهم بارك بجد الريحه تجنن. المعلقه دي كانت هنا بتعمل ايه؟ بصوا شايفين الصدر؟ بصي كل حته متغطيه بالفراخ، ريحه جامده بصراحه. شايفين؟ بصوا التتبيله. حطي التتبيله جوه اللحم. هنسيبها قد ايه في التلاجة؟ هتسيبيها ساعتين. عايزه تسيبيها من بالليل للصبح او من الصبح لبالليل، هتديكي النتيجه روعه روعه روعه. دوت بعد ما عدى بقى معانا كدهوت الساعتين، هنبتدي نمسك الفراخ بتاعتنا وهنبتدي ان احنا نرصها بالطريقه دي كده. بصي رصيها بقى زي ما انت ما عايزه. بصي اللهم بارك الكميه حلوه قوي. ليه؟ لان احنا قطعناها تقطيعه كويس. ابتدي ان انا ادخله الفرن بالطريقه دي كده. لا مدخلش مظبوط. ابتدي بس ان احنا نقللها طبقه بالطريقه دي كده. تمام. هنمسك بس الحته نمسح مطرح ما عملنا الفراخ. طيب دلوقتي هنعمل ايه؟ هجيب الصينيه اللي هي بتاعت الفرن ذات نفسها، وهبتدي ان انا احط لها ميه. هنملاها ميه بالطريقه دي. استني هرجع دي تاني مكانها. الفرن بتاعنا كويس عشان لو في اي حاجه وقعت منه بالطريقه دي. وكده بقى هتكون طلعت معانا احلى فراخ مشويه ممكن تاكليها في حياتك. العسل الاسود اداها لون خرافه جدا. ومن الفيديو ده الفيديو جاي